القصة اللي أنا هحكيها دي ما كنتش عاوز أحكيها بصراحة لأنها بتفكرني بماضي أليم، بس على أي حال أنا هحكي وخلاص. أنا يوسف، شاب عندي 33 سنة، متجوز ومخلف حاليا. القصة دي حصلت وأنا في تالتة إعدادي، وقتها أنا كنت ساكن في مدينة أسيوط. والدي كان إمام جامع، ففي يوم قال لنا إنه اتنقل لجامع في قرية اسمها نجع سبع، قرية كده في محافظة أسيوط. ولأن المسافة ما بين القرية دي ومدينة أسيوط كبيرة جدا، فكان صعب إنه يروح ويجي كل يوم مواصلات. فقرر إنه يتأجر شقة في القرية دي ونسكن هناك لحد ما يرجع شغله تاني في مدينة أسيوط. وبالفعل والدي كلم سمسار على شقة ولقي فعلا شقة ب 500 جنيه في الشهر. أنا شكيت بصراحة في السعر، بس أبويا ما كانش مهتم وكان فرحان بالسعر. وبعد يومين عزلنا ورحنا الشقة الجديدة. الشقة كانت في عمارة متهالكة، الزمن جه عليها قوي، وكانت في الدور الأرضي. أول ما دخلت الشقة حسيت بريح ساقع طالع منها. الشقة كانت قديمة قوي، الدهان اللي على الحيطان واقع والبلاط مخلع، بس ما اهتمناش لكل ده. حطينا حاجتنا وقعدنا ننضف الشقة، وخلصنا التنظيف على الساعة 12 بالليل. بعدها أنا دخلت الأوضة بتاعتي علشان أنام لأن كنت تعبان جدا وقتها. الأوضة بتاعتي كان فيها شباك بيبص على المنور بتاع العمارة، المنور اللي السمسار حذرنا إن محدش يدخله مهما حصل. أول ما دخلت الأوضة فتحت الشباك علشان أبص على المنور من ناحية الفضول. كان شكله مرعب، زبالة مرمية على الأرض وعبش قديم متكسر وحاجات تانية كتير ما كنتش عارف أحددها علشان الضلمة. سبت الشباك مفتوح ورحت علشان انام. وانا نايم كنت سامع صوت اخويا الصغير بيلعب في الاوضه بتاعتي، فقعدت ساكت ومطنش علشان ما اصحاش من النوم. بس اخر ما زهقت قمت علشان ازعق فيه وببص، ما لقيتش حاجه في الاوضه. الاوضه كانت فاضيه والنور مطفي، وبتلفت جنبي بالصدفه لقيت في المرايه حد نايم جنبي. دم اتجمد في عروقي وصرخت بأعلى صوت عندي. أبويا سمعني وجه جري على أوضتي لأنه كان بيتوضى في الحمام. حكيت له على اللي حصل وأنا حرفيا ما كنتش عارف أخد نفسي، بس قال لي بيتهيألك، قوم صلي الفجر واقرأ قرآن ونام. قمت صليت الفجر وقعدت أقرأ قرآن وبعد كده نمت. صحيت على الساعة 7:30. أبويا كان أخد إخواتي الصغيرين وراح المدرسة علشان يقدم لهم فيها، وأمي كانت بتحضر الفطار، فقعدت أحكي معاها شوية. ففي وسط الكلام قالت لي: انا امبارح حلمت حلم وحش قوي. حلم إيه ده؟ حلمت ان في طفل صغير دخل علينا الشقه وكان ماسك سكينه وكان عمال يضرب فينا. فأنا سكت، ما كنتش عارف أقول إيه بصراحة. وعلى الساعة 11 أبويا كان راجع من المدرسة وقدم لإخواتي في مدرسة القرية. أختي الصغيرة جودي كانت مربية قطة، كانت بتلعب معاها في الصالة، فالقطة جريت ودخلت الأوضة بتاعتي ونطت من الشباك ودخلت المنور. فأبويا قال خلاص محدش يدخل المنور واستنى القطة لحد ما تطلع لوحدها، وسابنا وراح يصلي الظهر. عدت ساعة والقطة لسه ما طلعتش، وأختي عمالة تبكي وتزن عليا علشان أجيبها لها. آخر ما زهقت قلت لها خلاص هجيبها لك، ورحت عند باب المنور. لقيته باب حديد مصدي ومرسوم عليه نجمة كده غريبة عاملة زي نجمة داوود. حاولت افتح الباب بس معرفتش، فقلت خلاص هدخل من الشباك. رحت عند الشباك ونطيت ودخلت المنور، مسكت القطة ودخلتها الأوضة. بس وانا ماشي رجليا دست على حاجة كده، بصيت تحت رجلي لقيت صورة عيل صغير ومكتوب عليها سالم حمدان. أول ما شفت الصورة دي اترعبت وقلبي واقع في رجلي. هو مش ده الشخص اللي شفته في المراية كان نايم جنبي؟ يعني ايه؟ ووسط ما انا واقف في المكان المرعب ده سمعت صوت ابويا وهو بينادم عليا. طلعت من المنور لقيت بابا واقف قدامه في الاوضه وعمال يزعق لي. انا مش قلت محدش يدخل المنور؟ ما هو جودي كانت عماله تبكي وتقول لي عايزه القطه بتاعتها. اول واخر مره، الموقف ده ما يتكررش تاني. في نفس اليوم كده على الساعة 5 نزلت أتمشى شوية في البلد، شفت شوية عيال بيلعبوا كورة فرحت علشان ألعب معاهم. بعد ما خلصنا لعب اتصاحبت على عيل اسمه خالد، اتعرفت عليه واتعرف عليا وسألني: انت جريب حد هنا؟ قلت له لا، انا والدي امام المسجد الجديد واحنا ساكنين هنا في العمارة اللي هناك دي. ساكنين فين؟ في العمارة اللي هناك دي. انا لازم امشي دلوقتي. استغربت من الموقف اللي حصل ده وبعد كده روحت. تاني يوم نزلت الشارع لقيت خالد كان واقف بعيد، كان شايفني وانا كمان كنت شايفه بس كان عامل نفسه مش شايفني. رحت له وقلت: انت ليه مش عاوز تتكلم معايا؟ ولما قلت لك ان انا ساكن في العمارة دي سبتني وجريت. هي العمارة دي فيها ايه؟
بصراحة كده العمارة دي مش كويسة. يعني ايه مش كويسة؟ من زمان والعمارة دي مهجورة ومحدش بيهوب عندها. كل ما حد يعدي من قدامها يسمع صوت عيل صغير بيصرخ وحريم عتبك وأصوات مرعبة كتير. ومرة واحد من أهل البلد جو قال إنه شاف العمارة دي مولعة وفي ناس بتتحرق، ولما رحنا نشوف ملقناش حاجة. وحكاوي تانية كتير عن العمارة دي تشيب الشعر، والناس كلها عارفة إن العمارة دي مسكونة. أول ما سمعت الكلام ده اتصدمت وسبت خالد ومشيت من غير ما حتى أرد عليه. رحت لبابا في الجامع علشان أحكي له على اللي سمعته. قعدت معاه وحكيت له على اللي حصل. بص يا يوسف يا ابني، السمسار اللي أجر لنا الشقة دي كان حكي لي على قصتها وأنا وافقت. طيب وإيه قصتها؟ زمان من أكتر من 70 سنة مكان العمارة دي كان فيه بيت بتاع واحد غلبان اسمه حمدان. حمدان ده كان راجل فلاح على قد حاله، كان عايش في البيت ده هو ومراته وابنه سالم. ففي يوم خبط على بيته شخص. حمدي فتح الباب، لقى راجل كبير في السن أسمر البشرة عنده دقن بيضة كبيرة. قال له ازيك يا حمدان، عامل ايه؟ انت تعرفني؟ مش مهم، انا جاي اقول لك كلمتين وامشي على طول. انت تحت بيتك في خير كتير، لو طلع هيغير حياتك وهيعيشك عيشة كيف عيشة الملوك. تحت بيتك يا حمدان يا ولدي مقبرة فرعونية كبيرة فيها خير كتير. فكر في الموضوع يا ولدي ولما تحتاجني هتلاقيني. وبعدها مشي من قدامه. حمدان دخل بيته وقعد يفكر في اللي سمعه. اصل الراجل اللي كلم حمدان ده من الناس اللي اسمها دلالين المقابر. بعدها بكام يوم باب حمدان خبط تاني. حمدان فتح الباب لقى الراجل الكبير، فقال له تعال اتفضل يا شيخ. الراجل دخل البيت ووقف في نص البيت كده شوية، وبعدها بص على أوضة. اتحرك بهدوء ناحية الأوضة دي وفتح الباب ودخل. وقف في نص الأوضة وبعدها بص لحمدان وقال المراد بتاعنا تحت الأوضة دي، موافق نحفر ولا لا؟ موافق يا شيخ. كويس قوي، بعد يومين هجيلك انا واتنين رجالة علشان نبدأ. وخرج. وبعد يومين حمدان خلى مراته وابنه سالم يروح عند ابو مراته. وبعدها بشوية الراجل الدلال وصل هو واتنين معاه ودخل الأوضة وابتدوا الحفر لحد ما وصلوا الباب بتاع المقبرة. نزل الراجل الدلال وحط ايده على الباب وقعد يقول شوية طلاسم كده، وفجأة اتنفض مرة واحدة ورجع لورا. وبعدها طلع واخد الرجلين ومشي بدون اي مقدمات. تاني يوم الدلال خبط على بيت حمدان ودخل وقعد معاه. بص يا حمدان يا ولدي، المقبرة دي عليها حارس تقيل قوي، والحارس ده ليه طلبات. طالب دم طاهر لشخص طيب يكون من نسلك. اظن انت عرفت مين اللي عليه العين. تقصد ايه يا شيخ؟ ولدك سالم. حمدان قعد ساكت شوية بس للأسف وافق. هجيلك بكرة ننفذ يا حمدان. مين بقى سمع الكلام ده؟ مرات حمدان. تاني يوم جه الدلال ومعاه الرجلين ودخلوا الأوضة، وحمدان خد ولده ودخل معاهم. وهم جوه الأوضة سمعوا صوت خبط جاي من بره. حمدان طلع علشان يشوف في ايه. ليه الحكومة في كل مكان ومعاهم مراته. أول ما الحكومة دخلت الأوضة لقيوا سالم سايح في دمه. ومن وقتها وروح سالم في المكان ده يا يوسف يا ابني. طلعت من الجامع وروحت البيت وانا مش مصدق اللي سمعته. حكيت لأمي على اللي حصل، وأمي أول ما شافت صورة سالم اتخضت. اكتشفت إن ده نفس الطفل اللي حلمت بيه. ومن غير ما تكلم أبويا أخدتنا ورجعنا على بيتنا القديم.